مساء الخير، أنا ممدوح من مصر. كنت حابب بس قبل ما ابتدي مع حضراتكم الفيديو أنوه على حاجات بسيطة كده. أولا أنا من مصر ومن كندا، وبالتالي فأنا بحب البلدين، مش بحب واحدة منهم بس والتانية لأ. نمرة اتنين، أنا ماليش توجه سياسي نهائيا، مش تبع لأي حزب من الأحزاب. حتى في كندا هنا أنا مش تبع لأي حزب. انا الحزب بتاعي اسمه حزب مصلحة ممدوح وعيلته، وده يا ريت يبقى الحزب بتاعكم. حتى لو كان هو مين، المهم في الاخر هو هيديني مصلحتي انا وعيلتي ومستقبل ولادي. نمرة ثلاثة، أنا مش محلل سياسي نهائيا ولا أعمل في أي نوع من أنواع التحاليل. أنا ما بحللش سياسيا. أنا قلت إن أنا ممدوح من مصر، بشتغل فاينانشال ادفايزر، مستشار مالي وتأميني في أكبر شركة تأمين موجودة هنا في كندا، وبعمل فيديوهات عشان أعرف الناس إيه اللي بيحصل، لا اكثر ولا اقل. ولما بقول حتى رايي الشخصي، بقول ان ده رايي الشخصي، وحضرتك مش من حقك ان انت ترفضه او تقبله، طالما بنتكلم مع بعض بمنتهى الاحترام وكل واحد يقول رايه الشخصي. احنا في بلد فيها حريه، بنعمل اللي احنا عايزينه في منتهى الاحترام. طيب الفيديو اللي فات عملت فيديو قلت كندا هتضيع بسبب ترودو، وابتديت الفيديو ان كندا هتضيع بسبب الخاين ترودو. واول ما قلت كده انقسم الموضوع، وفي ناس كانوا موافقين على اللي انا قلته وفي ناس كانوا معترضين. طبعا المعترض انا عارف هو ليه اعترضوا، لان هو طبعا هم جم في الوقت اللي هو كان فيه ترودو رئيس الوزراء، وبالتالي في انتماء وحب ليهم من عندهم يعني لترودو، على اساس هو كان صاحب القرار ان هم يجوا من بلادهم في وقت كانوا في وقت صعب جدا. وانا ما عنديش اعتراض على الموضوع ده، ده حقهم طبعا وهم شايفين ان هي حاجه كويسه. بس الناس اتضايقت وعلقت ان يعني ترودو مش خاين وكده. فانا ما بحبش ازعل حد مني، فعشان كده انا بعتذر عن ان انا قلت عليه ان هو خاين. والنهارده بعمل فيديو بقول ان ترودو مش خاين. تمام، بصحح فيه اللي انا قلته المره اللي فاتت. واتمنى ان محدش يبقى زعلان. بس تعالوا نشوف مع بعض بقى ايه النهارده. ترودو هو مش خاين، بس هو ايه الوصف اللي ممكن نوصفه له على كل اللي بيحصل في البلد. تمام. وانا مش هقول حاجه، حضراتكم اللي هتعلقوا اعملوا اللي انتوا عايزينه في التعليقات، بس بليز التعليقات هتكون بينا وبين بعض بمنتهى الاحترام. تمام. تعالوا نشوف مع بعض. اولا انا مش هاجي جنب حياتي الشخصيه وحر، وانا قلت قبل كده فيديو من الفيديوهات ان انا لا اعلق، ماليش دعوه بحياتي الشخصيه بتاعت اي حد خالص، كل واحد حر في حياته الشخصيه. ومش هتكلم كمان نمرة اتنين على حياته كرئيس وزراء لحكومة، لأن طبعا لو أنا اتكلمت وقلت إن الدولار كان وقت ما أنا جيت بدولار كندي ب1.10 أمريكاني، وهو لما استلم كان الدولار الأمريكاني بدولار كندي. النهاردة الدولار الأمريكاني ب144 كندي، يعني نزل الأرض. مش هقول إن حصل إن البنزين كان ب 88 قرش وقت ما أنا جيت في 2010 وهو استلمه بدولار، النهارده بدولار وحاجة و60. مش هقول ان الاكل زاد نسبته 300% واكتر. مش هقول ان المواصلات زادت برضه بنفس النسبة، ولا غلاء المعيشة اللي حصل، ولا السكن اللي زاد 250%، ولا الحدود اللي بايظة، ولا قرارات الهجرة اللي بايظة. مش هتكلم في كل الحاجات دي، لان دي قرارات حكومة. صحيح هو رئيس الوزراء بتاعها، بس فاينالي برضه انا عارف ان في هيجي لي رد ويقول لي طب ما هو كوفيد، كوفيد هو السبب في الحاجات دي كلها، وكوفيد أثر على العالم كله. الكلام ده مش مظبوط، لأن كوفيد كان موجود في العالم كله، ومع هذا في بلاد كتيرة ما عندهاش نفس المشاكل اللي عندنا، ولا حصل عندها غلاء الأسعار. أقربهم أمريكا جنبينا، جارتنا اللي تحتينا كده، ما عندهاش أي مشاكل خالص، ولا حصل عندهم غلاء أسعار، ولا حصل عندهم أي مشاكل. هيقول لك السبب التاني حرب أوكرانيا. حرب أوكرانيا ما أثرت على العالم كله، وإنما برضو في بلاد كتيرة ما تأثرتش. اشمعنى احنا نتأثر؟ ده احنا بلد من البلاد السبعة، الجي 7. ولكن الأغرب بقى كمان إن روسيا اللي هي بتحارب أوكرانيا، اللي هي بقى لها 3 سنين ونص بتحارب، ما عندهاش أزمة اقتصادية زينا، ولا عندها غلاء أسعار، ولا حصل عندها حاجة. دي روسيا اللي بتحارب. أنتوا متخيلين؟ اسمع علينا. أنا هتكلم على قرارات ترودو الشخصية، مش حياته، قراراته الشخصية اللي هو خدها. وتعالوا نشوف قرارات الشخصية عمل فينا إيه و... وإيه اللي حصل في البلد. نمرة واحد، هو سمح بتدريس التحول الجنسي في مدارس ابتدائي. يعني حضرتك ابنك او بنت حضرتك يبقوا في مدرسة ابتدائي ويروحوا يقولوا لهم حبيبي انت ممكن تبقى بنت، وانت حبيبتي ممكن تبقى بنتي ولد. هل ده حاجة كويسة؟ هل ده حاجة تقبلها ان ابنك او بنتك يعملوا تحول جنسي ويكون الفكر ده بتاعهم من وهم لسه في ابتدائي؟ دي مرحلة خطيرة جدا، ان هو الولد بيستوعب بدل ما يعلمه ويديله دروس حاجات مهمة في الفيزياء ولا واتبر في الرياضة في اللغات في الكلام من ده، لا ده بيعلمهم حاجة لا أخلاقية نهائيا.
وبعدين هي مش الحاجه دي تبع ضد ربنا، واحنا جايين من الشرق الاوسط كلنا عندنا تدين. هو دي مش حاجه ضد ربنا. اه، لان ربنا خلق ذكر وانثى، وما قالش ان ده يتحول او ده يتحول، ما سمحش بالكلام ده، ما شفناهوش على مر التاريخ. انما ترودو سمح بيه. ايه الرد على كده؟ مش عارف. نمرة اتنين، ترودو سمح بتدريس المثلية الجنسية في المدارس. في ابتدائي برضو. فتخيل ان ابنك يروح يقولوا له حبيبي انت ممكن تحب ولد زميلك وتتجوزه، وبنت برضو تحبي بنت زميلتك وتتجوزه. ده كلام صعب جدا، صعب جدا. هو ربنا خلق ذكر وانثى هم اللي بيتجوزوا، انما احنا ازاي بنقبل وقبلنا هذا الكلام؟ عمليه صعبه جدا. وهو بعد كده شجع الموضوع ده عشان محدش يقول لي لا، ده هو راح معاهم ورفع علمهم وسمح لهم بمظاهرات وسمح لهم ان هم يعملوا حفلات وكل حاجه، واداهم حقوق ما كانتش موجوده من زمان، من زمان. فهو سمح بالمثليين وسمح بالمثليه الجنسيه. انا مش ضد الموضوع، هم طبعا ممكن نصلي عشانهم يعني هم ممكن يكونوا مرضى، وانما في الموضوع ده بقى صعب جدا. عايز اقول لكم ان في حفله تخرج بنتي في وقت الترودو، وقت الترودو، وبرغم انها مدرسه برايفت، شفت بنت لابسه بدله. فبقول لبنتي ايه دي؟ فقالت لي اصلها هي وبنت تانية كده. كان منظر صعب جدا، كناش بنشوف المناظر دي خالص قبل كده، وكان الناس بتتكسف، بتتكسف. انما النهارده بقى وش مكشوف، بيعملوا اللي هم عايزينه بسبب قرار تريدو. نمرة ثلاثة، المخدرات. هو قال لك ايه؟ المخدرات بتتباع في السوق السوداء، طب ما تيجي نبيعها في السوق البيضاء ونكسب منها، ما كده كده بيشتروها. اه يا حبيبي، ده اجاز بقى ايه شرب المخدرات علانية، وادى الولاد اللي عندهم 18 سنه في بعض المقاطعات 19 سنه يخشوا يشتروا من محل حكومي تبع الحكومه، يشتروا الكنابيس ويشربوه. تخيل حضرتك ابن حضرتك بقى اللي عنده 18 سنه ودخل بالرخصه بتاعته اي اثبات شخصيه وقال لهم انا عايز كنابيس وخد الكنابيس ده، او بنت حضرتك عملت كده، اخبار حضرتك ايه؟ هتبقى مبسوط؟ هتبقى مبسوط لما تشوف ولادك مدمنين مخدرات؟ هتبقى مبسوط لو حد منهم حصل لهم زي البنت اللي في فانكوفر اللي عندها 20 سنة اللي ماتت بسبب جرعة زيادة من المخدرات؟ ما اظنش. وبعدين هي المخدرات دي برضو يعني حلال مع ربنا ولا دي حرام؟ طب وهي فلوس المخدرات دي اللي الحكومة بتكسبها مع طبعا الالكول، مش احنا بيجي لنا منه من الحكومة منح؟ هل بنقبل ناخد المنح دي واحنا عارفين ان جزء منها جزء من المخدرات والالكول؟ ده انا مره واحد مرضاش يشتري برنامج عندي عشان قال لي انتوا معاكم نتفليكس عشان بتعمل افلام اباحيه. طب والمخدرات والالكول ده ايه؟ مش قادر افهم. بس تريدو سمح بحاجه خطيره جدا هتبوظ الشباب وتبوظ المجتمع. النهارده بقى في جزء كبير جدا من الشباب عاطل لانه مدمن، عاطل لانه مدمن. وطبعا العاطل ده هيتحول بعد كده لمجرم، لانه هو مش هيبقى معاه فلوس يقدر يشتري، وبالتالي هيزود نسبة، او اوريدي هي زادت نسبة الجريمة بسبب جزء من الموضوع ده، بسبب المخدرات. مين خد قرار المخدرات ده؟ هو ترودو. طيب واحنا بنوافق عليه وبننتخبه وبنختاره رئيس وزراء. نمرة أربعة، ترودو جه في مرة من المرات وعمل حاجة ظريفة جدا، لبس تيشيرت هو وأخوه المحترم وطلعوا اتصوروا بالتيشيرت ده. التيشيرت ده كان عليه صورة سيدنا عيسى مع الحواريين، كويس، وراح حاطط هو وأخوه لابسين نفس التيشيرت، عاملين ايموجي على رؤوسهم، ايموجي. هو ده مش اسمه ازدراء أديان؟ هو مش سيدنا عيسى مذكور في كل الأديان واحنا جايين من خلفية دينية ومن الشرق الأوسط؟ هو ده مش حاجة مش كويسة؟ ده تريدو اللي عمله، والنهارده اتريق على المسيح او على سيدنا عيسى، بكره يتريق على سيدنا محمد، عادي جدا يعني، مفيش مشكله في الموضوع. بس ده تريدو اللي احنا بننتخبه. نمره ستة، كان زمان لما جينا كنا بننزل وسط البلد بتاعت مونتريال نشوف فيها منظر كده مش ظريف، ان في واحد بيتسول يعني بيشحت، اتنين تلاتة بالكتير قوي، كلهم من اهل البلد، كلهم من اهل البلد. بعد تريدو ما جه فوجئنا ان العدد زاد كتير جدا، وما بقاش بقى في وسط البلد، ده طلع في البلد اللي فوقها اسمها لافال، وما بقاش للاسف من اهل البلد، ده بقى من الشرق الاوسط ناس واقفين يشحتوا من الشرق الاوسط. آه، الاغرب من كده ان بلد تانية بعيدة عن البلد دي في الشمال نص ساعة
وكان نسيت اقول لكم ان الناس دي كان بيبقى شكلها هيئتها طبعا باينه ان هي غلبانه جدا، يعني من لبسهم ومن طريقتهم وكلام من ده. انما الناس اللي جت بعد كده اللي هم كانوا في البلد التانية كانوا لابسين كويس. فوجئنا ان في البلد بقى في نص ساعه فوق فينا واحد ومراته واقفين على باب سوبر ماركت لابسين كويس وواقفين برضه بيشحتوا. فانا قعدت افكر الناس اللي في البلد اللي اسمها لافال دي اللي لابسين كويس وواقفين بيشحتوا وهم من الشرق الاوسط، هو إيه الموضوع؟ هل هم جايين شحاتين اساسا، يعني هم بيحبوا الشحاته، ولا هم جم وما لاقوش ياكلوا، او المنحه مش مكفياهم واللي بياخدوها مش لاقيين شغل فاضطروا يعملوا الكلام ده؟ طب الراجل ومراته اللي واقفين على باب السوبر ماركت دول بيشحتوا برضه، هل هم برضه مش لاقيين شغل، ولا هم اساسهم هم جايين من بلدهم هم كده بيحبوا الموضوع الشحاتة؟ فطبعا كان الرد بمنتهى البساطة ان هو قرار خاطئ، ان هو جاب ناس كبيرة جدا. البلد بتستوعب تأكل 1000 واحد وتشغل 1000 واحد، راح جاب لها 3000 واحد عشان ياكلوا ويشتغلوا. ازاي؟ مش هينفع. فكانت النتيجة ان ال 3000 دول في منهم 2000 ما اشتغلوش، ما هو البلد 1000 واحد بس اللي هياكل وهيشتغل، فعشان ياكلوا وعشان يشتغلوا اضطروا ينزلوا يشحتوا. وبعد كده في ناس منهم كمان اتجهت للجريمة، لان ما فيش حل تالت. ما فيش حل تالت، وده كان قرار خاطئ من ترودو. نمرة 7، موضوع الهوملس. هوملس يعني واحد ما عندوش بيت، خلاص يعني بيته راح. كويس. كنا برضو بنشوف واحد او اتنين في وسط البلد نايمين ومتغطيين كده وبتاع المنظر ده. تعالوا شوفوا المنظر النهارده بقى عامل ازاي بسبب قرارات ترودو الخاطئة. طب انزلوا اوتاوا وروحوا في وسط البلد مش بعيد عن البرلمان، شارع او شارعين بعيد عن البرلمان بتاع اوتاوا، واتفرجوا على عدد او كمية الهوملس اللي نايمين في الشارع قد ايه. طب روحوا تورونتو وانزلوا وسط البلد واتفرجوا على كمية الهوملس. طب روحوا فانكوفر وانزلوا فانكوفر وشوفوا كمية الهوملس قد ايه. في فيديوهات كتير على الفيسبوك موجودة وعلى يوتيوب ممكن تتفرجوا فيها على الاشكال دي، اشكال الهوملس يا عيني الغلابه اللي قاعدين في الشارع ومش لاقيين بيت، مش لاقيين يعيشوا، مفيش اي حاجه تانية. طيب دي قرارات ترودو الشخصيه. انت حضرتك بقى زعلت مني ان انا قلت ان ترودو خاين. طيب يا ترى زعلت لما ترودو في اول مره ترامب كسب الولايه الاولى بتاعته ترامب شتمه وقال له انت عيل بوشين لما هو راح اتريق عليه؟ يا ترى زعلت حضرتك؟ هتقولي لا انا ما كنتش لسه جيت. ماشي اوكي مش مشكله. طيب يا ترى حضرتك زعلت لما ترودو اول رئيس وزراء في كندا يتشتم في الشارع، يتشتم في كل حته بيروحها بشتايم في منتهى القذاره مش بقدر اقولها للاسف، يعني زي الكلمه الانجليزي اللي هقولها اف؟ حضرتك تبقى مبسوط؟ كنت متضايق ان هو اتشتم بالطريقه دي ولا عادي نورمال؟ طيب حضرتك اتضايقت لما ترودو راح الهند ولبس اللبس بتاعهم، وانا ما عنديش مشكله ان هو يلبس اللبس بتاعهم، يعني بيشاركهم الكالتشر بتاعهم الثقافه بتاعتهم، بس يقعد يرقص في منظر يعني سيء جدا لرئيس وزراء بلد كبيره زي كندا؟ حضرتك اتضايقت ولا ما اتضايقتش؟ طيب حضرتك اتضايقت انه في البرلمان كل يوم كان زعيم المعارضه بياخدوا غسيل ومكوى ويشتموا شتايم انت ضعيف، انت فاقد السيطرة، انت مش عارف ايه، وشتايم تانية؟ حضرتك زعلت؟ ما زعلتش. طيب حضرتك ما اتضايقتش ان في جلسة في المجلس كان في استجواب لترودو على الشقة اللي اشتراها ب9 مليون دولار في نيويورك لقنصل نيويورك، قنصل كندا في نيويورك، وواحد راح نطق بكلمة مش ظريفة كده ان هو من الناس الشمال يعني، وهو حتى ما عملش حاجة، قال ده بس لازم يعتذر لي، وما اتضايقتش حضرتك ان اتقال عليك الكلمة دي؟ مش مشكلة. طب حضرتك ما اتضايقتش لما ترامب طلع وقال ان انا هعمل جمارك على كندا، فراح هو واخد فريق من عنده وراح لترامب وترامب اتريق عليه وقال له انت الولاية 51 وهتبقى انت الحاكم بتاعها وهزقه هناك؟ حضرتك ما اتضايقتش؟ طيب حضرتك ما اتضايقتش، شو بقى الاخطر، ان لما ترودو استقال قدم استقالته وهي استقالة مشروطة ووقف البرلمان وكل اللي عمله ده، وبعدين لما ترامب بيقول كندا وإمكانية ضم كندا فراح رد عليه ترودو بتويتة إن انسى الموضوع ده خلاص، مفيش أمل إن كندا هتبقى، مفيش أمل. يعني حتى الرد
مش رد قوي، مفيش امل ان كندا تبقى الولايه ال 51، مش يقول له انسى. مفيش امل ان كندا تبقى الولايه 51. تخيلوا بقى مين اللي رد عليه؟ ايلون ماسك. طبعا ايلون ماسك ده صاحب تسلا، اغنى واحد في العالم، ودلوقتي مستشار ترامب. رد عليه قال له بقى ايه؟ قال له يا بنوته يا حلوه انت يا اموره، وبيتكلموا بصيغه البنت. انت يا حبيبي ما بقيتيش الحاكمه بتاعت كندا دلوقتي، فرأيك ما يفرقش معانا. بأمانة قال له نفس الكلام ده، جير، يعني يا بنت. وكمل الصيغة بتاعت الكلام بتاعه كلها بصيغة البنت. متخيلين؟ طب حضرتك اتضايقت ان اتقال له الكلام ده؟ انا اتضايقت. انت ممكن تكون حضرتك ما اتضايقتش، بس انا اتضايقت. عارفين اتضايقت ليه؟ لان ده رئيس الوزراء بتاعنا، ده رئيس الوزراء اللي بيمثلني ويمثل حضرتك ويمثل التاني والتالت والرابع. لما رئيس الوزراء بتاعي يبقى كده، بقيت انا كده برضه. بقيت انا كده. لما رئيس الوزراء بيتشتم يبقى انا هتشتم. فاتضايقت. بس حضرتك اتضايقت على كلمة خاين، معرفش هتتضايق على كل الكلام اللي انا قلته ولا لا. بس هو اللي عمله ايه؟ هو دلوقتي فكك البلد، سابها. كانت النتيجة ان راح طلع بتاع اونتاريو، رئيس وزراء اونتاريو، وقال لك انا رايح لترامب لوحده كده، لمزاجه، لحاله، زي ما بيقول لاخواتنا اللبنانيين والسوريين. راحت طالعه رئيسة وزراء بتاعت البرتا من نفسها لحالها، وراحت طالعه على فين؟ على ترامب في فلوريدا. وتعالى يا عم ترامب نشوف مستقبل العلاقات اللي بيننا وبين بعض، احنا اللي بنجيب لك الغاز والبترول. نشوف ايه العلاقات بين البرتا، ما بتتكلمش باسم كندا، بتتكلم باسم البرتا. وفي يوم من الايام البرتا دي كانت عايزه تستقل، وكيباك كانت عايزه تستقل. فتخيلوا لو حصل الكلام ده، السيناريو ده، ان البرتا استقلت وكيباك استقلت، وهيجي بعديها اونتاريو هتستقل، وكندا اتفتتت زي الاتحاد السوفيتي. وطبعا ساعتها ترامب هياخد كندا بمنتهى البساطه. هو ده كويس اللي عمله؟ طيب، اخر حاجه، هو ليه عمل كده؟ طبعا هو في النهايه هو راح عمل اجتماع في اوتاوا ولما كل الرؤساء وقال احنا نبقى ايد واحده، ان احنا بنتكلم قدام ترامب. ماشي كويس. هو ليه عمل كده؟ زعيم المعارضه اللي هو بيير بولييف لخص الموضوع اللي عمله ده كله في كلمه واحده: المعاش. المعاش. وقال ان هو خايف على معاشه هو والحزب بتاعه، والاتنين الخونه اللي انا قلت عليهم خونه معاه، اللي هو الان دي بي والبلوك كيبيكوا، اللي هم ما سمحوش يعملوا سحب الثقه عشان المعاش. حاولت ادخل واعرف ايه هو المعاش ده، للاسف ما عرفتش. كل اللي قدرت اوصل له 197 تقريبا 197 الف دولار صافي من غير ضرائب، معاش مدى الحياه لرئيس الوزراء بتاع كندا اللي هو السيد ترودو. فيها شروط معينه للنواب، مش عارف يعني، ما عرفتش، صعب الموضوع، صعب جدا. بس تقريبا فيها لازم يكون بقاله 6 سنين، فطبعا في ناس ما بقالهمش 6 سنين، وهم عارفين كويس ان هم مش هينتخبوا تاني، فمش هيقدروا يكملوا تاني. فكان الموضوع كله بيكمن في كلمه المعاش. طيب حضرتك اللي يضحي ببلده ومستقبل بلده والاخطار اللي بتواجه بلده عشان المعاش، ده نقول عليه ايه؟ كلامكم، تعليقاتكم، انا مش هقول حاجه. حضراتكم ردوا زي ما انتوا عايزين. سلام.